بصوا بقى كانوا هيعملوا ايه. واحد، منطقه شرق التفريعه دي كانت راحت خلاص، دي كانت أممت منطقة قطرية. إنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات قطرية كذا بمنطقة شرق التفريعة تخصص ليه؟ يخصص إنتاج المحطة لمشروعات صناعة قطرية تقام بذات المنطقة. يعني هو هيعمل محطة عشان مشروعاته، هياخد بقى الغاز بكام، هيعمل بكام، دي كلام مش موجود. هيعمل محطة عشان مشروعاته ويتم تشكيل كذا كذا. بص بقى كان هيعمل ايه. إقامة منطقة صناعة قطرية، إقامة محطة كهرباء قطرية، إقامة قرية لوجستية متكاملة. يعني إيه قرية لوجستية؟ أنا معلش ما فهمش. إنشاء شركة مساهمة عربية لإقامة مشروع سياحي متكامل على ساحل البحر الأبيض المتوسط. هنا بقى الفلوس، خلي بالكم الفلوس رايحة فين؟ رايحة في مشاريع هم يستفيدوا منها أكتر ما نستفيد منها. لا مزايدة ولا مناقصة ولا عرفنا هيبيع الأرض بكام ولا حاجة، دول اتفقوا وخلصوا. محطة كهرباء عشان تخدم مشروعاتهم، عشان يعملوا قرية لوجستية فيها كل الخدمات. يعني مشروع قناة السويس اللي كنا شغالين عليه بقالنا فترة ده، واللي كانوا ماشيين يباهوا بيه الأمم، كانوا القطريين يعملوا قرية لوجستية تقوم بكل هذه الخدمات. انت فين بقى يا مصر؟ بالكتير هتاخدي سيرفيس فيه، بالكتير هتاخدي سيرفيس فيه ويشغل لك، واحتمال ايه؟ احتمال يجيب العمالة من بره كمان، عمالة آسيوية من بره. إنشاء شركة استثمار مصرية قطرية للاستثمار في أفريقيا. والمحادثات كانت بتتكلم إن إحنا عايزين نستخدم مصر لاختراق أفريقيا، لأن مصر دولة أفريقية لا تستطيع أن تعرف كل هذه الأسواق، وبالتالي الفلوس القطرية موجودة عشان تمول المصريين واجهة، وإحنا قطريين نستفيد. وهيمثلها شركة حصاد القطرية. طيب ده الجزء الثاني، كانوا عايزين يعملوا مشروع حديد وصلب. ده طبعا غير مشاريع الحديد والصلب اللي هم مشاركين فيها عدد من رجال الاعمال المصريين اللي انتوا عارفينهم. كانوا عايزين يعملوا مشروع حديد وصلب، فعرض عليهم مرسي ايه بقى؟ ما تاخدوا حديد والصلب، المشروع الحلوان للحديد والصلب اللي هو المشروع الكبير بتاعنا، مجمع الحديد والصلب.